رحنا خروجة حلوة قوي، مكان جميل جدا، ممكن ما تصرفش فيه ولا جنيه غير مواصلاتك او اوبر او حتى بنزينك. ممكن ما تصرفش فيه اي حاجة. اوبن اير مول مدينتي. مكان حلو جدا، قعدات كتير، لقينا مساحات خضرة كتير قوي وقعدات حلوة كتير وديسكات كتير قوي ببلاش. ممكن تقعد براحتك، ممكن تروح في النهار وبالليل. احنا تجربتنا كانت بالليل والجو كان ساقعة، بس اكيد في النهار المكان ده ليه مذاق تاني وطعم تاني. انت هتشوف طبعا الخضرة مع السماء مع المية والحاجات الحلوة اللي هم عاملينها. لقينا بعديها طفطف. طفطف كان جميل قوي، ركبنا طبعا واتبسطنا فيه جدا جدا. الفرد في الطفطف ده كان ب10 جنيه ولف بينا حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة. لف بينا المكان كله، شفنا كل حاجة من فوق، اتبسطنا قوي واتصورنا، شفنا كل البراندات وكل المطاعم. نزلنا بعدها دخلنا زي فود كورت كده او مجمع مطاعم وكافيهات. كان جميل قوي. في طبعا الاسعار اللي هي غاليه جدا، وفي الاسعار اللي هي حنينه وممكن ان احنا نقعد وناكل فيها. لقينا كارفور. طبعا كارفور كل احتياجاتنا اللي احنا عايزينها نلاقيها هناك وباسعارنا. تشرب حاجه، تاكل حاجه، وتطلع تقعد بره في الاماكن الحلوه. قعدنا نتصور بره كتير وخدنا كام صوره حلوه، وبعد كده لقينا مكان اسمه اكستريم لاند. اكستريم لاند ده بقى اللي كانت تجربة جامدة جدا جدا. مكان ملاهي كده وألعاب حلوة قوي، تناسب كل الأعمار من أول طفل عنده 2 لغاية طفل عنده 60 سنة. أيوة، كيدز اريا تناسب الأطفال، ممكن أطفالنا يلعبوا ويتبسطوا. وكمان ملاهي كتيرة تناسب الكبار. لو دخلت على الابلكيشن وفرها هتلاقيهم كانوا عاملين عروض حلوة قوي. انا من نفسي لما كنت هناك دخلت على وفرها، لقيت خصومات 25% و50% على حسب انت هتحجز ايه وهتعمل ايه. لعبنا كتير والولاد اتبسطوا، ولقينا العاب كتير برضه تناسب الكبار. مكان كبير جدا وجميل جدا، انصح اي حد يروحه. مفيهوش اي تكاليف كتيرة، ممكن متصرفش حاجة، وممكن تصرف طبعا كله حسب ميزانيتك وحسب احتياجاتك. انت تقدر تصرف ايه وتعمل ايه، بس مكان حلو قوي للانبساط. اعتقد في النهار هيبقى حلو، يروح في النهار يقول رأيه. والمكان طبعا كبير جدا، ملحقناش نلفه كله، بس دي كانت تجربتنا هناك. اتمنى تروحوا تشوفوا وتتبسطوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.